هاي، ازيكم؟ انا مريم وهكون معاكم في ABC Parenting Tips. يلا بينا. شوية نصايح لنيو مامي او المامي الجديدة. واحد، البوست بارتم ديبريشن او الاكتئاب ما بعد الولادة. دي فترة طبيعية جدا انتي بتمري بيها، هي عبارة عن شوية لخبطة في الهرمونز بتاعتك بتخليكي تحسي ان انتي تعبانة ومتضايقة ومكتئبة شوية. دي مرحلة طبيعية جدا، ملهاش اي علاقة بالاحساس بان انتي مش عايزة البيبي، ملهاش اي علاقة بان انتي مش شاكرة ربنا. ما تسمعيش الكلام اللي بيقعد يقولك ان انتي ايه ده انتي ازاي مش شاكرة ربنا، ده غيرك مش لاقي. ما تسمعيش الكلام ده خالص، لان الموضوع ملوش اي علاقة بان انتي شاكرة ربنا او لا. دي مرحلة طبيعية انتي بتمري بيها، كل ماما بتمر بيها. فطبيعي ان انتي تكوني حاسة بالموضوع ده، لان انتي كمان انتي شايلة مسؤولية مش قليلة. وكمان بعد تعب الولادة وبعد كل ده طبيعي ان انت تحسي بشوية من الاكتئاب او التعب او الذنب ناحية البيبي. فده طبيعي، ما تتخضيش، انت كويسة وهتبقي كويسة، ودي مرحلة بتعدي وكله بيعدي بيها وبيعديها. فما تقلقيش خالص، انت بس محتاجة شوية طبطبة، محتاجة حد يقولك ما تقلقيش، انت هتبقي كويسة وما تخافيش. محتاجة يكون حد واقف جنبك ويحسسك ان انتي طبيعية وما فيكيش اي حاجة. فما تقلقيش خالص من المرحلة دي، وما تسمعيش من اي حد ممكن يخوفك من المرحلة دي. اتنين، حاولي دايما تطلبي المساعدة في الفترة الأولانية، خصوصا الثلاث شهور الأولانيين دول، لأن انتي هتبقي محتاجة وقت انك تنامي، وده هيبقى صعب مع البيبي لو انتي شايلاه لوحدك. محتاجة مساعدة من ماما، من طنط، من صحابي، أي حد يجي يساعد جنبي، ان هو مثلا يحضر لي أكل، يشيل البيبي شويه وانا انام شويه. محتاجه دايما ان انت تطلبي المساعده في الفتره الاولانيه دي علشان تقدري تكوبي في المرحله، لان هي مرحله مش سهله قوي. ما تتخضيش وما تقلقيش منها، بس لازم يكون في حد جنبك بيساعدك. ما تقلقيش من ان انت تطلبي المساعده، وما تتكسفيش من ان انت تطلبي المساعده. اطلبيها وهتلاقي كتير قوي قوي يقفوا جنبك ويساعدوكي في المرحله الاولانيه دي. تلاتة، خليكي واثقة دايما ان انتي احلى مامي للبيبي بتاعك. اوعي تفتكري، اوعي تفكري للحظة ان البيبي بتاعك ما بيحبكيش. البيبي بتاعك بيموت فيكي وبيحبك جدا جدا جدا، ومش شايف اي مامي غيرك. انتي احلى ماما بالنسبة له، فما تقلقيش من الموضوع ده خالص. انتي مامي حلوة ومامي جميلة ومهتمة بالبيبي، ما تحسيش بالذنب ناحيته، انتي بتعملي كل اللي تقدري عليه. فما تخافيش وما تقلقيش من ناحية مشاعر البيبي ناحيتك. هو بيحبك قوي قوي، دي بحاجة بالفطرة كده. هو بيتولد بيموت فيكي، ودايما مجرد ما بيسمع دقات قلبك بيهدى. هتلاحظي ان انت اول ما تشيليه وهو بيعيط هتلاقيه هدي خالص، حتى لو ما هديش يبقى غالبا بيعدي بحاجه بقى، اريافه، نعس، جوع، وات ايفر، بس البيبي بيطمن في حضنك وبيحبك قوي قوي قوي. ما تقلقيش خالص خالص من النقطه دي. أربعة، حاولي ما تسمعيش للناس اللي بتخوف من المرحلة الأولانية أو من مرحلة البوست بارتم أو الحاجات دي كلها، لأنه في ناس بتحب تهول قوي 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 من بشاعة المرحلة دي. هي مش مرحلة بشعة ولا حاجة، هي مرحلة طبيعية جدا. فما تسمعيش للناس اللي تخليكي تحسي ببانيك انه يا نهار اسود على اللي انا داخله عليه. لا، ما تتخضيش وما تخافيش وما تسمعيش للكلام اللي بيحبطك، لانه المرحله دي طبيعيه، كلنا بنعدي بيها، ما فيهاش اي حاجه. كل الموضوع شوية مجهود وتعب زيادة بحكم المسؤولية الجديدة، لكن أكتر من كده ما تقلقيش خالص. انتي كويسة وطبيعية، وما تقلقيش من أي حاجة، وما تسمعيش للناس اللي ممكن تكون بتخوفك. تعالوا ندي شوية نصايح بقى بالنسبة للبيبي. رقم 5، انتي والبيبي الثلاث شهور الاولانيين دول عباره عن توأم ملتصق. هو بيبقى مقتنع ان هو وماما شخص واحد، فحاولي على قد ما تقدري انه يكون في شيل كتير، يكون محضون فتره طويله، وندي حب كتير قوي قوي قوي، علشان هو بيحس ان هو دايما احساسه بالامان ان هو يكون في حضن ماما. مش هنبقى بنشيله طول الوقت، بس اوقات كتيره. يعني لو انتي مثلا في وقت تعبانه ومش قادره نديه لبابا، نديه لتيتا، نديه لجده، لازم يكون محضون ومتشال وقت كتير قوي، علشان يعدي المرحلة دي بأمان ويحس ان هو بيوصله الإحساس بالأمان والإحساس بالحب. ده طبيعي وما تقلقيش وبتعدي، بس نبقى مهتمين بالحتة دي شوية زيادة. 6، اول سنه ونص في عمر البيبي ده حب وبوس واحضان وحاجات كتيره من كده، شويه رومانسيه كتير جدا 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 مع البيبي، علشان هو في الفتره الاولانيه دي بيبقى عنده تساؤل هو محبوب ولا لا، انا خرجت ليه من بطن ماما. محتاجين ان احنا نوصل له جامد ان هو محبوب قوي قوي قوي. فعلشان كده بنهتم باللمسات الجسديه، بنهتم بالحضن، بنهتم بالبوس، بنهتم بكل حاجه
بتوصل له الحب، نهتم بان احنا نقول له كلام حلو كتير قوي، خصوصا في فتره الدايبر تشينج او اللي هو التغيير بتاع البامبرز بتاعه. بنهتم ان احنا نقعد نقول له كلام حلو، بلاش حته اللي هو اوف بلاش الحركات دي. البيبي بيحس بيها جدا، بيحس بانه ماما اذا كانت متضايقه ولا مبسوطه. بالعكس في الوقت ده عشان اكتر وقت بيبقى فيه اي كونتاكت، واكتر وقت بيبقى فيه البيبي سامع ماما بطريقه مباشره قوي. محتاجين ان الوقت ده يبقى كله الله انت جميل، انت حلو، انا بحبك قوي. الحاجات دي بتفرق جدا جدا في مشاعر البيبي، وبتوصل له الحب بطريقه قويه قوي قوي قوي. فنهتم بالموضوع ده ونخلي بالنا جدا منه في الفتره الاولانيه اللي هي السنه ونص، علشان البيبي يترسخ جواه ان هو محبوب جدا. 6. ما تستعجليش علامات نمو البيبي هيكبر وهيبقى كويس، وكل حاجة هتكبر فيه وهيبقى زي الفل. ما تستعجليش مثلا في مرحلة التسنين، بتبقى مثلا من 6 ل8 شهور. لو في 6 شهور ما ابتداش تسنين، ما ابتديش ابانك على طول، مش اول ما يتم ال6 شهور لازم يبتدي يسنن، لا، ممكن يتأخر شوية ل8 شهور. فما نقلقش، احنا كده كده بنتابع مع دكتور، كده كده الدكتور بيتابع نمو الطفل، بيشوف اذا كان في الرينج الطبيعي بتاعه ولا لا. لو في حاجه الدكتور بيقولك السنه الاولانيه كلها متابعه، فما تقلقيش وما تتخضيش لو في اي حاجه اتاخرت شويه، لان كل حاجه مش بميعاد بالظبط مظبوط، لا، كل حاجه برينج معين من 6 ل8 شهور، من 8 ل10 شهور، كل حاجه ليها رينج. فما تتخضيش ان انت لو لقيتي حاجه اتاخرت شويه، انت كده كده بتتابعي مع الدكتور. اخر حاجه حابه اقولها لك، انتي ماما حلوة وماما جميلة، والبيبي بتاعك احلى بيبي في الدنيا ليكي، وانتي احلى ماما للبيبي بتاعها. ما تفتكريش ابدا ابدا ان انتي ممكن تكوني مقصرة او حاسة بالذنب ناحية البيبي بتاعك. انتي ماما حلوة وماما جميلة. اهتمي بالبيبي واديله حب كتير قوي، وخدي منه حب كتير قوي. هتنبسطي قوي بالمرحلة دي. هي مرحلة مش سهلة قوي، ده طبيعي، لانه انتي هتبقي مسؤولة عن بيبي بكل حاجة فيه، باكله وشربه ونفسيته وكل حاجة فيه. لكن هو بيحبك قوي، كفاية نظرته هو بيبصلك كده وهو الله انا شايف احلى حاجة في الدنيا. كفاية لما يطبطب عليكي ويلمسك لمسة بايده الصغنونة، كل ده هيهون عليكي التعب، وكل ده هيهديكي خالص. فما تقلقيش خالص خالص، المرحلة دي حلوة وهتعدي، وهتبقى مرحلة جميلة واحلى وقت في الدنيا. ما تخافيش وربنا معاكي كتير قوي. ميرسي، بشوفكم الفيديو الجاي.